فيلمنا بيبدأ بزنيدة وهو بيتكلم مع بحر وبيعرفوا انهم لازم ينتقموا من فريدة لانها من اكبر تجار السلاح، وده بيكون مضايقهم جدا لانها واكلة السوق كله منهم ومش عارفين يشتغلوا بسببها. وفي الوقت ده بتيجي فريدة وبتبقى عارفة انهم بيحاولوا يوقعوها وبتعرفهم انها فايقالهم، ولو شافت اي محاولة منهم ضدها هتخلص عليهم وبتسيبهم وبتمشي. وبننتقل لواحد اسمه علاء وبيبقى مذيع في الراديو، بس البرنامج بتاعه بيبقى هابط جدا ومحدش بيتفاعل معاه خالص، لدرجة ان اسم البرنامج انا لوحدي وهو لوحده فعلا. وبنشوف فريدة وهي عند التاجر علشان تستلم منه بضاعة السلاح، بس بتتفاجئ لما بتلاقي ان كلاسيك موجود هناك، وبيجي تسوقي وبيعرفها انه اتفق معاه في الاول ومعرفش يخلع منه، وانه شاف انه هيعمل مزاد ما بينهم هما الاتنين واللي هيدفع اكتر هياخد البضاعة. ولما بيشوفوا الاسلحة قدام عينيهم طمعهم بيزيد عشان بتبقى اسلحة جديدة ولسه منزلتش السوق، وبيبدأ كل واحد فيهم يعلي على التاني. هما بيجربوا الاسلحة وبيكسروا في البيت لغاية ما كلاسيك بيستسلم وبيسيب لها البضاعة، لان العنف معروف عن فريدة وان لو حد عند معاها مش بتتفاهم وبتقتله على طول. وبننتقل لعلاء وبنلاقي انه كل شوية بيقابل بنت من تطبيق تعارف علشان يتجوز، بس كل بنت فيهم بيبقى فيها عيب ومش بيكمل معاهم. وبيرجع البيت وبيلاقي ان مامته رشا بتدور له على عروسة مع صحابها، وبيبقى متضايق وبيقول لها انها هتبطل تدور له. وفي الوقت ده بيجيله اشعار من تطبيق التعارف وان في واحدة جديدة هتقابله بالليل، لكن مش بيبقى في صورة او اسم او اي حاجة، وانها مخليها مفاجأة لما يشوفها. وبالليل بنشوف فريدة وهي رايحة تقابل تاجر سلاح مهم جدا اسمه النمس، وحسين بيقول لها ان مفيش حد يعرف شكل النمس ولا حتى كمان اسمه الحقيقي، وانها هتقعد في الكافيه تستناه وهو هيجي لها لحد عندها. وفعلا بتفضل قاعدة مستنياه. وبنشوف ان علاء جاي الكافيه علشان المقابلة بتاعته بتاعت تطبيق التعارف، وبيبقى فاكر ان فريدة هي البنت بتاعت التطبيق، وهي بتبقى فاكراه ان هو النمس، وكانت لسه هتسأله بس مش بيخليها تكمل كلامها، وبيعرفها ان ايوه هو اللي هي قاعدة مستنياه. ولما بيقعد معاها بيتكلموا عن البضاعة، بس هو بيبقى مش فاهم هي تقصد ايه، بس بيعرفها انه بيدور على زوجة كويسة ومحترمة وتكمل معاه حياته. وفريدة بتبقى فاكرة انه عايز يتجوزها مقابل البضاعة، بس لما بيقول لها اسم الابليكيشن بتبقى مش فاهمة حاجة بس بتجريه في الكلام، لحد ما بيجي لها المساعد بتاعها حسين وبيعرفها ان اللي قاعد معاها ده مش النمس اصلا. وفي الوقت ده بنشوف النمس وهو قاعد مع البنت اللي كانت المفروض هتقابل علاء، وبيفضل يعرفها ان هو النمس، بس بتاخد كلامه كله على اساس ان هو بيهزر وبيبقى مش فاهم حاجة. وبنلاقي ان فريدة لسه قاعدة معاه وكمان لغت ميعادها مع النمس علشان تقضي وقت مع علاء، وبيبان عليها انها بدأت تعجب بيه بسبب ان اول مرة واحد يكلمها بحب وباعجاب، علشان بقالها فترة كبيرة ما عادتش تتكلم مع واحد وكأنهم صحاب بسبب شغلها في تجارة السلاح، وانها بتتعامل بطريقة عنيفة على طول، وبياخدوا ارقام بعض علشان يتواصلوا لانه عنده برنامج على الراديو ومحتاج يمشي. وبنشوف فريدة وهي بتروح للدكتور بتاعها اللي اسمه مازن، وبنعرف ان هي عندها مشاكل نفسية بسبب انها مش بتعرف تتحكم في غضبها، وان لما اي حد بيقاطعها في الكلام بتتعصب جدا لدرجة انها مش بتحس بنفسها. وبتعرفه انها بدأت تعجب بعلاء وانها عاوزة تعيش قصة حب جميلة لان عمرها ما حبت بسبب الشغل بتاعها، بس بتكون خايفة انها تتعلق وانها مش عاوزاه يكسرها. بس ساعتها مازن بيشجعها انها تكمل معاه وتديله فرصة، وفريدة فعلا بتحس انها عاوزة تقرب منه وتعيش حياة طبيعية بعيدا عن حياتها اللي كلها مخاطر. وفي تاني يوم علاء بيقابل فريدة ومعاه مامته رشا علشان يعرفها عليها، وبتبقى معجبة جدا بهدوءها ورقتها وبتوافق عليها وبيتفقوا على جوازهم. وبنبدأ نشوف ان علاقة فريدة وعلاء بدأت تتطور وبيبقوا مبسوطين جدا مع بعض، وبيبان عليها هي قد ايه اتعلقت بيه وحبيته. بننتقل لبحر وزنيدة وبنعرف من كلامهم انهم عرفوا موضوع ارتباطها بعلاء وانها خلاص بقت شخصية ضعيفة، وبيقرروا انهم يخلصوا عليها وينتقموا منها ويسرقوا اسلحتها ويبيعوها للمنافس بتاعها اللي اسمه ابو جبل. وفي الوقت ده بنشوف علاء وهو في الكافيه وبيتفق مع الويتر على المفاجأة اللي هيعملها لفريدة علشان يتقدم لها، وبنشوفهم وهم قاعدين مع بعض وعلاء في الوقت ده بيعترف لها بحبه وانه عاوز يكمل معاها بقية حياته. وفريدة بتبقى لسه هترد عليه بس بيفضل يقاطعها، فده بيخليها تتضايق جدا بس بتحاول تمسك نفسها علشان ما تتعصبش عليه وما يشوفش الجانب الوحش اللي فيها. وبيبقى لسه هيتقدم لها بس بيتوتر وبيدخل الحمام، وهو في الحمام فريدة بتحس ان هي متراقبة، وفجأة بتلاقي ان في اتنين بيرفعوا عليها السلاح وبتبدأ تشتبك معاهم، وبنعرف ان دول الرجالة اللي بعتوها زنيدة وبح علشان يخلصوا عليها، وبتفضل تقتل فيهم. وفي الوقت ده بنشوف علاء وهو متوتر جدا وبينادي على الويتر وبيبقى مش عارف ازاي هيبدأ كلامه، وبيحاول ان يمثل عليه هيعمل ايه لما يخرج، وبيبوس ايده على اساس انها فريدة، بس في واحد بيخش وبيشوفهم كده، بس علاء بيعرف الويتر انه يجيب له الدبلة اول ما يشاور له. وبنشوف ان فريدة خلصت على كل الرجالة قبل ما علاء ما يخرج، ولما بيرجع بيستغرب هي الناس راحت فين وان ليه كله مشي فجأة، بس مش بيهتم وبيبدأ يجهز
نفسه علشان يتقدم لها، وكان لسه هيقول لها انه بيطلب ايديها بس الويتر بيقطعه وبيبقى فاكر انه عاوز المنيو. بس فريدة بتتضايق وبتقول له انه يمشي ويسيبه يخلص كلامه، وعلاء كان لسه هيطلب ايديها لتاني مرة بس برضه الويتر بيجي وبيقطعه. فساعتها فريدة مش بتعرف تتحكم في نفسها وبتتحول لشخصية تاجرة السلاح اللي جواها. وساعتها علاء بيخاف منها جدا وبيلغي كل قراراته، واول ما بيطلعوا من الكافيه بيقول لها انه اسف ومش هيقدر يكمل معاها، وده بيكسرها جدا وبتبقى مصدومة ومش مصدقة اللي هو بيقوله لها، بس بتقرر انها تنتقم منه بسبب انه ضحك عليها ولعب بمشاعرها. وبتخطف الدكتور مازن وبتبقى عاوزة تخلص عليه بسبب ان هو اللي قال لها تديله فرصة، وبتبقى متعصبة جدا. ولما بيهديها بيعرفها ان ده نوبة غضب وان هي تحاول تهدى. بيسألها ايه اللي خلاه يسيبها فجأة، وبتبقى مش فاكرة هي عملت ايه غلط لحد ما بتفتكر وقت ما الوتر جالها وقاطعهم، فقال لها ان ما كانش ينفع انها تعمل كده وانها تحاول تهدى على قد ما تقدر. وفي الوقت ده بنشوف علاء وهو رايح البرنامج بتاعه، وبيلاقي فجأة ان العربية بتاعته اتكسرت، ولما بيروح الشغل المدير بيخصم له وكمان بيوقفه عن العمل، وده بيضايقه جدا وبيبقى مش عارف هو ليه بيحصل له كل ده في نفس الوقت. ولما بيكلم مامته علشان يحكي لها فجأة بيسمعها بتصوت، فبيركب اوبر بسرعة وبيروح لها وبيخلي السواق يطلع معاه علشان لو في اي حاجة يساعده، وبيفضل يدور عليها بس مش بيلاقيها. وبيلاقي ان فريدة بتفضل تتصل بيه، ولما بيرد عليها بتعرفه انها خطفت ام رشا بسبب انه كسرها. ولما بيقفل معاها بيبقى مش عارف يعمل ايه، وهما بيتكلموا بيدخل عليهم رجالة فريدة وبيضربوه وبياخدوه ليها، وبيسألها هي ليه بتعمل معاه كل ده، ان طبيعي ان اي اتنين يختلفوا وما يكملوش مع بعض، بس بتجبره انه هيكمل معاها غصب عنه في مقابل انه ياخد مامته رشا ويمشي. فبيضطر انه يوافق. وفي تاني يوم بيصحى من النوم وبيسمع صوت فريدة بره، ولما بيطلع بيلاقيها انها اتفقت مع امه انهم هيتجوزوا اخر الاسبوع، بس هو بيبقى متضايق جدا ومش عاوز يكمل معاها، بس بيضطر انه يوافق لما بيلاقيها حاطه ليزر السلاح على دماغ امه. وفعلا بنشوفهم انهم اتجوزوا وبيروحوا للاوتيل علشان يقضوا شهر العسل، وبيقابلوا الريسبشن اللي اسمه مو، وبيعرف انهم العرسان الجداد. وعلشان يحمس علاء بيديله برشام علشان يساعده، بس علاء بيقول انه مش عاوز البرشام ده وانه عاوز حاجه تهديه او منوم علشان يهرب منها. ومو بيستغرب جدا وبيحس انه مش طبيعي لانه عريس جديد، بس بعد كده بيديلهم المفتاح علشان يقضوا وقتهم سوا. ولما بيطلعوا فريده بتبقى غريبه جدا معاه لانها مش فاهمه شكل الانوثه اللي المفروض تعمله معاه، وطبعا علاء بيبقى مش عايز يقرب منها وبيفضل يتهرب منها اليوم كله. وبنشوفهم تاني يوم وهم نازلين، بس مو بيستغرب انهم نازلين تاني يوم جوازهم، بس فريده بتعرفه انه ما عملش حاجه اصلا وانه سابها ونام. فساعتها مو بيجيب له طبق كامل سيفود، وكمان فريده بتبقى حاطه الدكتور على السبيكر علشان يتكلم معاه ويحسن نفسيته ويخليه يقوم بواجباته الزوجيه، بس بيعرفها انه مش هيعمل كده علشان حاسس انها خطفاه وانها طول الوقت بتهدده بامه وانها كمان خطفتها قبل كده، بس بتعرفه ان هي ومامته كانوا متفقين عليه من الاول، وانها هتعمل نفسها ان هي خطفتها علشان يوافق على الجواز، وانها عمرها ما هتأذيه ولا هتأذي مامته رشا. ساعتها بيطمن وبيوافق وبيطلعوا الاوضه، وفريده بترقص له بس طريقه رقصها بتبقى غريبه جدا ومش بيبقى فيها اي طعم من الانوثه، بس علاء بيتحمس وفعلا الرقص بينفع معاه وبيخليه عاوز يبقى معاها، وبيقضوا وقت حلو جدا مع بعض. وبنشوفهم وهم عايشين اجمل شهر عسل ليهم سوا وبيرجعوا زي الاول واحسن. وبنشوفهم لما بيرجعوا مصر وبيقعدوا في الفيلا بتاعتها وبتساله عن شغله هو عامل فيه ايه، فبيعرفها انه موقوف عن العمل بقاله كتير وان مديره دايما بيخصم له. فساعتها بتروح للمدير شقته، واول ما بيشوفها بيكون خايف جدا منها، وبنعرف من كلامهم ان هي السبب اصلا في انه يخصم له ويوقفه عن الشغل. وفي تاني يوم لما بيروح القناه علاء بيلاقي انه مضروب ومتكسر، بس ساعتها بيعرفوا انه اترقى وانه بعد كده هيطلع في اكبر برنامج في الراديو، وان كمان مرتبه هيزيد الضعف. وعلاء بيبقى فرحان ومبسوط جدا باللي بيقوله. ولما بيروح بيدور على فريده والشغاله بتقوله انها في البدروم، ولما بينزل بيعرف ان فريده تاجرة سلاح، بس هي بتعرفه انها هتبطل علشانه وانها هتبيع كل السلاح لاكبر عدو ليها واللي هو ابو جبل، عشان هو الوحيد اللي طماع وهيوافق ياخد كل كميه السلاح دي لانها هتبيعها بنص تمنها. بس برضه علاء بيبقى مش عاوز يكمل معاها وكان لسه هيمشي، بس بتعرفه انها حامل وبيفرح جدا وبينسى اللي حصل اصلا، وبيطلب منها انها تكون هاديه عشان اهله هيجوا ويباركوله. ولما بيجوا بتلاقي ان خاله وخالته ناس غريبه وبيفضلوا يضايقوها بالكلام، ووقتها بيجي لها حسين وبيعرفها ان ابو جبل هيجي دلوقتي وانها لازم تتصرف، وبتسيبهم وبتروح تقعد معاه وبيتفقوا انها هتديله الاسلحه كلها مقابل
مقابل 60 مليون دولار، وده المفروض اللي هو بنص تمنها. بس وهم بيتكلموا حماتها بتدخل عليها، وكمان خاله بيخش معاها وبيبوظوا شغلها، وابو جبل مش بيستحمل طريقتهم وبيبقى لسه هيزعق لام علاء، بس علاء بيعمل نفسه راجل قدام اهله وبيطرده، وده طبعا بيقل من ابو جبل جدا. بيسأل فريدة هو يمشي فعلا، فبتقول ان ردها من رد جوزها، وبيعرفها انه هينتقم منهم. وبننتقل لفريدة وهي قاعدة مع حسين، وبيعرفها ان ابو جبل بيهددها في انه هيقتلها وكمان هيقتل علاء جوزها، وان في حل وحيد بس علشان ينقذها، وانها تروح لواحد اسمه كيرو. وفعلا في تاني يوم بتروح له، وبتعرفوا انها واقعة في مشكلة كبيرة مع ابو جبل، وبنفهم ان هو الاكس بتاعها، وهم بيتكلموا بيفضل يحب فيها، وده طبعا بيضايق علاء جدا، بس بيطمنها وبيعرفها ان محدش هيقدر يجي جنبها. وعلاء جوزها هو كمان بيطمنها وبيقول لها ان محدش هيجي جنبها طول ما كيرو موجود. وفعلا بنلاقي انه بيكلم لها ابو جبل، وبيعرفها انه ظبط كل حاجه وانها ما تقلقش. وبننتقل لمخزن فريده، وبنلاقي ان زنيده وبحر بيبعتوا رجالتهم وبيسرقوا كل الاسلحه، وبيجي مكالمه لفريده وهي في المخزن، وابو جبل بيعرفها انه عندها في بيتها وانه خطف جوزها، وبتقول له انها هتديله الاسلحه، بس بيبقى عارف ان الاسلحه كلها اتسرقت. وبيعرفها ان الحل الوحيد علشان تنقذ علاء جوزها هتديله تعويض 7 مليون دولار. بس بنلاقيها انها بترجع لفيلتها وبتبدا تشتبك مع رجاله ابو جبل، وبنلاقيها انها محترفه جدا وبتقدر تخلص على عدد كبير منهم. وعلاء بيبقى مبهور بيها، وابو جبل بيهرب وبيدخل اوضه بعيده عن الاشتباك، وبيستنى لحد ما تخلص، واول ما بتخلص عليهم بيطلع علشان يتكلم معاها. بس في الوقت ده بنلاقي ان البوليس بيجي وبيقبض على ابو جبل، والظابط بيعرفها ان بسببها مسكوا اكبر عمليه تهريب سلاح. وعلاء بيبقى مش فاهم هي ازاي عملت كده وهي اصلا تاجره معاهم. فبيعرفوا ان وقت ما كان ابو جبل عندها اول مره سجلت له كل حاجه هو قالها، وانها كمان بلغت البوليس في نفس اليوم اللي علاء عرف فيه انها تاجرة سلاح، لانها بتبقى عامله حسابها انها متهدده من زنيده وبحر وابو جبل، وان الحل الوحيد علشان تخرج من غير ما تتحاسب انها هتسيب المخزن بتاعها يتسرق من زنيده وبحر وتوقع ابو جبل وتبقى خلصت منهم كلهم. وساعتها الظابط بيعرفوا انها كده بقت شاهده مش متهمه، وانها خلاص كده براءه. فعلاء بيفرح جدا انها سابت كل ده عشان تعيش معاه حياه طبيعيه. وبكده خلاص يكون فيلمنا خلص. ولو كملت الفيديو لغايه هنا فياريت تعمل كومنت بالايموجي اللي انت شايفه على الشاشه ده، عشان بس اعرف كام واحد كمل الفيديو لغايه الاخر. لو عايز تعمل كومنت تقول لي ايه رايك في الفيلم، عشان صراحه انا مش شايفه كويس، بس عملته عشان الناس اللي عايز تفهم القصه يعني. ويا ريت تعمل سبسكرايب للقناه اللي هو اشتراك، وتفعل زر الجرس اهم حاجه عشان اول ما انزل فيديو جديد يجيلك اشعار بيه. عشان كده كده هننزل ملخص فيلم شمشون ودليله وكمان فيلم القصص، ففعل زر الجرس عشان اول ما ننزله يجيلك اشعار بيه على طول. ويا ريت تعمل لايك عشان ده يحمسنا ان احنا ننزله في اقرب وقت. وبس كده، نشوفكم في فيلم جديد، ويلا سلام.